سلسلة بقى الوصفات الصيامي والكيكات والحلويات ما انتهتش هنا خالص. النهاردة عملت حاجة كده تحفة، تحفة بجد. كيك صيامي طعم الشوكولاتة فيه غني جدا، مش عايزة اقول لكم بجد قد ايه طعم الشوكولاتة باين جدا جدا في الكيك ده بالذات. وهقول لكم ازاي تخلوا اي كيك شوكولاتة طعمه يكون غني قوي كده. حتى لو الكيك ده زي بتاع النهارده كده مفيهوش بيض، مفيهوش لبن، مفيهوش سمنة، يعني معمول بحبة زيت كده وحبة دقيق و3 معالق كاكاو ادوني التحفة دي. بجد مش عارفة اقول لكم قد ايه كيك هش جدا وجميل، وزي ما انتوا شايفينه كده مفيهوش ولا غلطة، والطعم تحفة. وكنت باعمل منه التورت الصيامي، كنت بستخدم الكيك ده. يعني حقيقي تقدروا تعتمدوا الكيك ده بعد كده في اي صيام عندكم، او اي تورته صيامي، او اي مناسبة جاية في الصيام تقدروا تعملوا الكيك ده على ضمانتي. وهقول لكم طبعا كل التفاصيل والتركات وكل حاجة عن الكيك السهل قوي ده. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. وكمان حابة ان انتوا تقولولي في الكومنتات اذا كنتوا حابين وصفات تانية اكتر صيامي ولا لأ، واذا كنتوا حابين نعمل من الكيك ده المرة الجاية تورتة كاملة صيامي. سيبولي طبعا في الكومنتات تحت، وانا هاخد بالكومنتات كلها وهنفذ كل آم، او اي طلب يخص الصيام يعني. ويلا بقى نبدأ في المقادير. اول حاجه هجهزها معايا، هجهز طبعا المقادير اهي قدامكم براحه وبالتفصيل كده. حضرت معايا 2.5 كوب من الدقيق، دقيق منخول مره وهنخله كمان مره معاكم. ده في العاده بعمل كده، يعني بنخله مرتين. كمان نص كوبايه من النشا، ودي ضروري في الكيك ده. وكوباية ونص من السكر، من كوباية ونص لحد 2.25 كوباية من السكر، يعني من كوباية ونص لحد 2.25 كوباية. ما تزودوش عن كده وما تقللوش عن كده. ومعايا 3 معالق هرمية من الكاكاو الخام من غير سكر، ده كاكاو من غير سكر وخام ونوعه اسباني، علشان طعم الشوكولاتة في الاسباني بيبقى غني قوي. ومعايا كمان كوباية إلا ربع تقريبا من الزيت، تقدروا تقللوها سيكة عن كده بس ما تقللوش قوي. وكمان معايا كيس بيكنج باودر وكيسين من الفانيليا. وفوق الكيس ده، فوق كيس البيكنج باودر هحط معلقة كمان صغيرة، عشان ده مفيهوش خالص بيض فهكتر سيكة البيكنج باودر. اول حاجة كده نخلت المواد الجافة زي ما انتوا شفتوها، نخلت الدقيق مع الكاكاو وهحط عليهم البيكنج باودر والفانيليا والنشا، وهقلب كل حاجة كده. المواد الجافة هقلبهم الأول مع بعض واخلطهم كويس جدا، عشان لما اضيفهم على المواد السائلة يبقى المزيج واحد وما ياخدش مني تقليب كتير. طبعا المكونات دي ناقصها مكون واحد بس هقوله لكم لما اجي احطه، هو دوت بقى اللي هيخلي الكيك فظيع معاكم. هو ده اللي انا هعاير منه الكوبايه الفاضيه اللي قدامكم دي هستخدمها. وهقول لكم دلوقتي هنحط فيها ايه. دلوقتي كنت نسيت بس احط نص كوبايه النشا على المواد الجافه فحطيتها وقلبتها. دلوقتي بقى هحط الزيت، كوبايه الا ربع من الزيت، وهحط السكر. السكر طبعا حسب الرغبة، من كوباية ونص لحد 2.25 كوباية سكر مظبوط جدا. وقلبتهم، وبعد كده المكون الجاي معايا هو زي ما انتم شايفينه كده البيبسي. تقدروا تحطوا 2.5 كوباية من البيبسي. وقلب قلب قلب قلب. مرحلة التقليب دي بقى بتعمل، بصوا حبة الصودا دول وحبة الفوران ده هو سر ارتفاع الكيك، وقد ايه هيطلع معاكم هش وتحفة جدا. هي الكيك دي معتمدة على
البيبسي والصودا اللي في البيبسي. طبعًا الكيكات كتير جدًا وأنواع وأشكال، ومنهم حاجات تانية طبعًا هنا عملناها في القناة برضه صيامي، كيك بالبرتقال تحفة، تقدروا ترجعوا للوصفات الصيامي وتشوفوه. وهنا قلّبت بقى كده خلاص كلّه مع بعضه، وحطيتهم في الصينية وعلى الفرن على طول متسخّن على درجة حرارة 180، وهتطلع معاكم بالشكل التحفة ده. بُصّوا، ومرتفعة وجميلة، يعني عايزة أقول لكم إن هي بجد طعمها تحفة، تحفة يعني ولا تعليق عليها. ارتفاعها وقد إيه هي هشة من جوّه، ما يقولش خالص إن هي ما فيهاش بيض نهائي ولا فيها لبن ولا فيها أي حاجة، وطرية جدًا، جدًا. هنا كمان كانت دافية شوية، أنا سِبتها تبرد شوية بس هي لسه ما بردتش أوي يعني. قطّعت كده بس منها حتتين كده علشان أورّيهم لكم، عشان كنت عايزة بس إيه، مستعجلة إن أنا أخلّص الفيديو، فحقيقي النتيجة هتعجبكم جدًا بالنسبة لإن هي صيامي، والناس اللي بتفشل معاها الكيك جرّبوا الوصفة دي هتعجبكم أوي. عايزة أورّيكم تفاصيل الكيك، حسيت إن هي مش واضحة كده، غيّرت الإضاءة، نِفْسي أورّيكم المسام قد إيه مش معجنة وهشة وجميلة جدًا، جدًا. عاملة من فوق الكيك دي عاملة وِش كده من فوق، عاملة أكنها براونيز، الوِش اللي هو بيتكسّر ده كده خالص من فوق، شكله تحفة. والّا الطعم بقى مش هاقول لكم كتير غير لمّا تجرّبوا بنفسكم. بُصّوا قد إيه هي خفيفة أوي، أوي يعني، وكلّها مرتفعة سِوَى واحد، وما فيهاش يعني اللي هيدوقها مش هيقدر يفرّقها خالص عن الفطاري اللي هي بالبيض يعني. حطيت هنا بقى إيه أي صوص كده يكون صيامي عندكم، ده بودنج شوكولاتة عاملاه في البيت برضه صيامي، تقدروا تشوفوه على القناة. وبس كده، دي كانت وصفة النهارده، إن شاء الله تكون عجبتكم. قد إيه هي سهلة ولذيذة وجميلة جدًا، جدًا، تقدروا تجربوها وأنتم متطمنين، لو أول مرة تدخلوا المطبخ فهي هتنجح معاكم مليون في المِيّة حقيقي. بُصّوا زي ما أنتم شايفينها كده، شايفين قد إيه هشة وجميلة جدًا، آمم، مش مكتومة، مش معجنة، ما فيهاش أي حاجة غلط خالص. وبس كده، ولحد كده الفيديو يكون خلص. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي بقى اعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفة جديدة بانزلها. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدًا.